السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوات سهيلة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفة ديال البراونيز الأصلية ناجحة 100% بواحد المكونات اللي هما اقتصاديين. وفعلا البنات هاد البراونيز كيجي لذيذ بزاف وهشيش كيدوب في الفم، سهل التحضير دغيا كيوجد، ما كياخذش لنا بزاف ديال الوقت. وكيف ما شفتوا معايا البنات كيخرج لنا واحد الكميه لا باس بها، يعني واحد الكميه اللي هي كثيره تبارك الله، كيعجب الكبير والصغير. هانتوما البنات تبارك الله كيفاش كيجيب واحد طبقه مقرمشه من الفوق بالفواكه الجافه. فعلا البنات كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوا، وانا اكيد الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم ويعجب الضيوف ديالكم كذلك. ولأول مرة غادي يشوف القناة ديالي ما ينسانيش من الاشتراك ديالو مع تفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وكنتمنى يا ربي تتبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. ولا ما نطول عليكم البنات نخليكم تفرجوا في الفيديو وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. نقدم لكم المقادير اللي نحتاجو ليهم. عندي هنايا 3 البيضات بحرارة المطبخ، 2 معالق مملوئين جيدا من الزبدة من فئة 70 غرام، علبة ديال الشوكولا الماركة ديال إيغبيل الخاص بالحلويات 55%. ما يكونش البنات تقل من 55%، من 55 الفوق، من الأحسن يكون شوكولا نوار. عندي هنايا حبيبات ديال الشوكولا للتزيين، كذلك عندي اللوز إفيلي للتزيين، وعندي هنايا القرقاع يعني مهرمش على هذا الشكل، يكون غليظ واحد شويه، يعني قسموها باليدين ديالكم. كاس صغير مملوء من الدقيق، وكاس الا ربع من السكر سنيده حبيبات. عندي واحد الساشي ديال الكاكاو، واحد الفانيلا. صافي البنات هادو هما المقادير اللي كنحتاجو ليهم. نبدا معكم الطريقه. غادي ناخذ هنايا هاد العلبه ديال الشوكولا نوار. غادي نجيب هنا واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها هذاك الشوكولا، وغادي نضيف لها كذلك الزبده، وغادي نديرهم يعني فوق البوطه باش يذوبوا. انا صراحه ما درتش ليهم حمام مريم، كاين اللي كيبغي يدير حمام مريم، انا ذوبتهم بحال هكاك عادي غير في الكاسرونه عادي، وبقيت واقفه عليهم، بقيت كنحرك حتى داب ليا داك الشوكولا مع الزبده. والاحسن تبقاو واقفه عليه باش ما يهبطش لكم الشوكولا لتحت ويتحرق. صافي من بعد ما ذوبتهم وخليتهم جانبا، غادي ندوز دابا باش نحضر معاكم الكيك. غنجيب هنا واحد البول، غادي ندير فيه 3 البيضات، غادي نضيف واحد قبيصه ديال الملح اولا ربع ملعقه صغيره من الملح، وغادي نجيب هنايا الخلاط اليدوي، غادي نحاول نخلط مزيان هذاك البيض مع الملح. وإلا كان عندكم الباطور من الاحسن ديروا، انا توضر ليا عرفتي قلبت حتى عييت ما لقيتوش، صافي قلت غادي نخدم غير بالخلاط اليدوي. ضربت مزيان هذاك البيض مع الملح، ومن بعد ضفت كاس ديال السكر سنيده، وضفت عليهم هنا واحد الفانيلا، وغادي نعاود عاوتاني نحرك مزيان بالخلاط، غير بهذا الخلاط اليدوي مزيان. البنات حاولوا انكم تخلطوا مزيان حتى يندمج لكم داك السكر سنيده مع البيض وتحسوا باللي داب، وفي نفس الوقت ولا عندكم بحال رغوه بيضه، بحال بغيتو تصايبوا الجينواز بحال هكاك، باش كينجح لكم هاد البراونيز ان شاء الله. من بعد ما ذوبت البنات هذيك الزبده مع الشوكولا كيف ما قلت لكم، غادي نضيفها هنايا على الخليط، وغادي نعاود نمزج عاوتاني جميع العناصر بالخلاط اليدوي بحال هكذا. البنات كيف ما شفتوا معايا حاولوا انكم تخلطوا يعني مزيان وبالزربه. انا هنا راني مزربه الفيديو، لكن راه بقيت يعني شحال وانا كنحرك. صافي البنات غادي نضيف هنايا ساشي ديال الكاكاو المر من فئه 8 غرام. الا ما كانش نشوفوا عندكم هاد الساشيات، يعني عندكم هذاك ديال العبار، ديروا معلقه كبيره تكون مملوءه جيدا. وضفت هنايا كذلك كاس من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. صافي غادي نخلط جميع العناصر مزيان غير بالخلاط اليدوي كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما بنات القوام ديالو كيفاش كيجي.
هنا البنات كاضافه غادي نزيد هنايا واحد ربع ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، غير اضافه من عندي حيت انا ما كيعجبنيش البراونيز يكون يعني حاضر بزاف، كيعجبني يكون فوق واحد شويه. الا بما بغيتوش ديروه ممكن تستغناو عليه. انا ما درتش باكيه كامله، هذيك الباكيه ما كانتش عامره يعني كانت خاويه يعني ما كانتش عامره بزاف. درت تقريبا واحد نصف ملعقه. وضفت هنايا شويه ديال الكركاع وكذلك شويه حبيبات ديال الشوكولا. صافي غادي نحاول انني نخلط جميع العناصر. وفي هذه الاثناء البنات انا راني درت الفران ديالي سخون على درجه الحراره 200، ودرته من الفوق ومن التحت باش يسخن مزيان. من بعد مني غادي ندخل البراونيز ان شاء الله غادي نعاود نطفي الفوق ونخليه غير لتحت حتى يبان ليا بلي بدات كطيب. وغادي نشعل المروحه ونعاود نشعل عاوتاني الفوق باش تحمر ليا من الفوق. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا جبت هنايا الايطال اللي غادي نصاوب فيه هاد البراوني ديالي. هانتوما البنات القوام ديالو كيفاش كيجي. صافي غادي نحاول بحال هكذايا نفرغو في داك الاطار ونعمر حتى الجوانب باش يكونوا هكذا يجوا تقاده وحده. من بعد ما ساليت الخليط كامل غادي نجيب هنايا داك شويه ديال الكركاع اللي شيطت للتزيين، غادي نديرو بحال هكذايا من الفوق. ودائما البنات ممكن ديروا الكركاع، ممكن ديروا الاكاجو، ممكن ديروا البندق، النوازيت، يعني اي حاجه متوفره عندكم ممكن ديروها. انا درت هنايا الكركاع، درت حبيبه الشوكولا، وغادي ندير كذلك شويه ديال اللوز افيلي. صافي البنات وهذا الشكل ديالو كيفاش كيجي، فعلا كيجي زوين بزاف وباقي خضر وكيشهي محسا كي لا طاب. المهم نتوما شفتوا المنظر ديالو كيفاش كيجي. هنايا من بعد ما طاب ليا مزيان غادي نخرجوه هنايا من الفرن وغادي نخليه يبرد واحد شويه، عاد غادي نقطعوه ان شاء الله. ها نتوما البنات من بعد ما خرجته من الفرن خليته برد واحد شوي. هو هذا الشكل ديالو كيفاش كيجي، فعلا كتجي زوين بزاف. غادي نديمو ليه هنايا. شوفوا راه ما جاش طالع بزاف، يعني جا في داك القياس اللي انا بغيت. هذاك الشيء علاش درت واحد نصف ملعقه ديال خميره الحلوى. الا ما بغيتوش ديروها راه كيجي يعني ما كتجيش منفوخه بهاد الدرجه، يعني كيجي هابط واحد شوي. صافي البنات غادي نجيب هنا واحد الموس وغادي نقطعو يعني مربعات اللي انا بغيت، القياس اللي انا بغيت. وانتم يعني كتقطعوا القياس اللي نتوما بغيتو. انا قطعته هنايا مربعات صغار. هنايا صبعي عامر بالشوكولا، انا كاع ما رديت ليه البال حتى شفتو دابا في الفيديو. ما دوج عليا البنات، الله الا غسلت ايديا ما عرفتش منين جاتني هذيك اللعيب. صافي البنات هنايا غادي نقطعوا يعني القياس اللي انا بغيت، قطعتهم هكذا مربعات صغار. كيف ما شفتوا معايا البنات الشكل ديالهم كيجي رائع بزاف. فعلا البنات هاد البراونيز كيستحق انكم تجربوه، كيجي زوين وراقي لا في الشكل ديالو لا في المذاق. هانتوما البنات غادي ناخذ هنا واحد الطريف، شوفوا كيفاش كيجي. عرفتي كيجي معلك من الداخل وكتجي فيه هذيك الطبقه من الفوق مقرمشه وعامر من الداخل بالكركاع وبهذوك حبيبات الشوكولا. فعلا كيستحق التجربه والله حتى كيجي بنين. انا ترى كناكل فيه وكنتلذذ، راه يعني ولينا مدمنين عليه، ما بقاش كاع كيخطانا هاد البراونيز، غير كيسالي ديك الساعه كنعاودو نصايبو واحد اخر. ها انتم البنات وهذا الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كذلك تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاسره ديالكم الاصدقاء باش يتعرفوا على القناه ديالي. واللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي ما ينسانيش من الاشتراك ديالو. وكنتمنى كذلك الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوا معايا الاراء ديالكم في التعاليق. صافي هذا هو الشكل ديالو النهائي، كنحطو هنايا في هذا التبصيل ديال التقديم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ومع السلامه البنات مع وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.